السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا رمضان خلص والعيد خلص، ربنا يا رب يجعله عيد سعيد دايما عليكم كده، اللهم امين. طبعا كل واحد دلوقتي وراه هم ما يتلم، يعني ربنا يعين كل واحد على حاله. في سنجاب هنا عاوز يطلع معايا في الفيديو بجد، يعني مش سايبني في حالي، فالله المستعان، احنا اللي جايين على داره يعني. طبعا انت شفت عنوان الفيديو، فعرفت انا جاي ان انا اتكلم معاك في ايه، وهي فكره الانتكاسه. بصوا يا جدعان، عشان نبقى الامر على على بلاطه كده، انا شفت فيديوهات كتير بتتكلم على نقطه ايه، نقطه الانتكاسه دي. لقيت حاجتين. اول حاجه ان معظمها بيتكلم عن الانتكاسه الدينيه، يعني معظمها اصلا بيكون موجه للانتكاسه الدينيه. طبعا الانتكاسه الدينيه بيكون لها تاثير على شغلك وعلى حياتك العمليه وعلى اجتماعياتك وعلى كل حاجه، لكن برضه لا، ممكن يحصل للانسان انتكاسه في الامور التانيه دي تحديدا فقط. فدي بالنسبه لاول نقطه. وعلى فكره الانتكاسه بتاعت الشخص مش شرط ان هي تكون كل، يعني يحصل انتكاسه في كل حاجه مره واحده. يعني مثلا ممكن تلاقي نفسك مثلا ايه في شغلك، مثلا السنه دي مش تمام، تلاقي مثلا السنه الجايه مثلا المذاكره مش تمام، ممكن مثلا السنه اللي فاتت كانت العباديه بتاعتك مش تمام. فمش شرط، عشان في بعض الناس بيخيل ليها وده بيحيلها باليأس او مثلا بيخليها تيأس، تمام، ان لا كل ده بيحصل مره واحده وانا فاشل، يبقى فاشل في كل حاجه، وانا مش قادر اعمل حاجه يبقى كل حاجه بايظه وهكذا. لا مش شرط. ممكن انت مثلا تكون شغلك وحياتك الاجتماعيه وكل حاجه تمام، بس دينيا بتقع. ممكن تكون مثلا دينيا تمام لكن مقصر في شغلك ومقصر مثلا في الواجب والثغر اللي انت المفروض تسده، تمام. فمش شرط ان كل ده يحصل في نفس ذات اللحظه. وباختصار عشان ما اطولش عليكم، الفكره ايه؟ الفكره ان انت لما بيجي عليك لحظات تلاقي نفسك مش قادر تشتغل او تذاكر، او مثلا العلاقات بتاعتك مع الناس مش افضل حاجه، ان احنا مثلا كونك انك تدرك ان انت بتمر بحاجه زي دي، فدي في حد ذاتها نعمه. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى ان يخلي الانسان يدرك ان هو بيقع في حاجه معينه، فدي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى، ان هو عاوزك انك مثلا تقوم، عاوزك انك مثلا تتحسن. فده زي اللي هو زي ايه، انذار، اللي هو حاسب، لا خد بالك، تمام. فمش عارف يعني مثلا ايه، ويمكن ده مثلا من تزيين الشيطان لينا، ان احنا مش بندرك ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا ان احنا ان احنا مثلا بنقع في حاجه معينه او في حاجه معينه مثلا مش افضل حاجه فيها. وسبحان الله اللي خلينا نتكلم مثلا في حاجه زي دي، النقطه محوريه زي دي لما بتغيب عن الشخص، يعني بيحصل له حاجه من اتنين، هم حاجه من اتنين بيحصلوا، لازم هيحصلوا. اول حاجه منها اللي هو إيه يعني الامر هيتزين ليه، اللي هو يا عم ما الدنيا ماشيه وتمام وزي الفل، مثلا انت مش مدرك مثلا ان عباداتك مثلا او دينك بيقع منك تدريجيا، وطالما شايف مثلا مذاكرتك او شغلك او مثلا حياتك العمليه او الاجتماعيه تمام، ومصاحب ده ومصاحب ده، فالدنيا زي الفل ومفيش حاجه بتقع. وسبحان الله، يعني يمكن ده اصلا الابتلاء ساعات بيكون في ده، ان انت اصلا الحياه بتزين ليك وبتكون غافل. يعني دي ممكن نسميها اول نقطه، نسميها الغفله، انك تكون غافل ان في حاجه فعلا بتقع منك. فدي بالنسبه اول نقطه. والنقطة التانية اللي مثلا لما بيغيب عننا النقطة المحورية، وهي إدراك إن أنت مثلا بتقع في حاجة معينة، ودي غالبا بتحصل لناس كتير، وهي فكرة اليأس. اللي هو فكرة إيه؟ فكرة لما بتلاقي مثلا إن حاجة، مثلا أنت مثلا بتقع في حاجة معينة، إنك مش مدرك إن أنت ممكن تكون بتقع في حاجة واحدة بس، ده يؤدي بيك للنقطة دي، نقطة اليأس بقى، اللي هو خلاص قفلت وأنا فاشل وأنا مفيش مني رجا وأنا مش هعرف إن أنا أعمل حاجة في حياتي، وإن خلاص كده أنا حياتي وقفت وأنا بقى هفضل أسيس. سلم نفسك للشيطان زي ما بيقول. سلمت نفسك للشيطان، بدل ما كنت بتزين له، بدل ما كان بيزين لك، دلوقتي خلاص بييأسك وبيخوفك، فبيخليك تركض مكانك، ما تقومش انك تسعى، ما تقومش انك تقوم تسد الثغر اللي المفروض انك تعمله، سواء كان مذاكره، سواء كان شغل، سواء كان اي حاجه، تمام. فدي هم دول المشكلتين، يا اما انك تغفل ان انت فعلا بتقع، يا اما انك تشوف انك بتقع بس بتقع في كل حاجه فتيأس. فيعني وده يعتبر، يعني هما الاثنين من تزيين سبحان الله، يعني من تزيين الشيطان لينا. عشان كده بقول لكم ان اصلا ادراك الشخص ان هو بيقع ده، فدي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. فده فعلا يعني انك تدرك ده، فالحمد لله. يعني ربنا كانه بيقول لك ايه، بيعطيك جرس انذار، اللي هو لا فوق، قوم. فانا جاي لك وعارف ان كتير مننا بيمر بالنقطه دي، سواء كان بيمر بيها دلوقتي، بيمر بيها يعني قبل كده، او مر بيها قبل كده، او مثلا ايه هيمر بيها بعدين. فانا جاي ان انا اكلمك من نقطه تانيه خالص، وهي فكره انك دايما، يعني عشان تواجه المشكله دايما خليك متفائل. يعني دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى انك ادركت انك فعلا بتقع، لان غيرك زي ما قلت، غيرك فعلا للاسف غافل عن ان هو مثلا بيقع، وغيرك يأس خلاص، ما عادش بيحاول اصلا، ما عادش بيسعى. فكون ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بالنعمه دي هيساعدك وهيعطيك دفعه لقدام انك تقوم. لا انا هقوم عشان ربنا سبحانه وتعالى عاوزني ان انا اقوم واسد الثغر بتاعي، اقوم اشوف اللي ورايا، ما اقعدش، تمام. ف يعني انا جاي لك، والكلام ده مش كلام تنميه بشريه زي ما قلت، لا فعلا خليك متفائل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني عاوزك دايما الخير. آه،
ومفيش مانع كده ان يكون في بعض النقاط يعني هقولها لك ان شاء الله يعني تساعد، هي ساعدتني كتير ودايما بلجأ يعني النقاط دي، يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الفرج دايما فيها. اول حاجه تصدق، بجد والله بجد تصدق لما تلاقي نفسك انك واقع في حاجه معينه، اطلب المعيه من الله سبحانه وتعالى بالصدقه. يعني مثلا طلع صدقه ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك في الامر ده، طلع صدقه وانت في نيتك ان يا رب والله انا ضعيف، انا مش قوي، انا مش هقدر ان أنا اتغلب على المشكله دي لوحدي، يعني عيني وساعدني في النقطه دي. تاني نقطه برضو ممكن تساعدك، اطلب المساعده من ذوي الخبره والثقه. النقطتين دول مهمين، ذوي الخبره والثقه. وهتقول لي اطلب منهم المساعده ازاي وبتكسف؟ مفيش حاجه اسمها بتكسف، يعني مفيش حاجه اسمها بتكسف. حد انت واثق فيه وفعلا عارف ان هو مثلا في النقطه المعينه دي هو خبير فيها، تمام، روح قول له، روح قول له كده، روح قول له انا بقع يا فلان، انا بقع، خد بالك انا النقطه دي انا بقع فيها، انا مش عارف كذا. هو ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيجعل يعني هيجعله سبب ان شاء الله ان هو هيساعدك وتحاول انك تقوم او تحاول انك تعدي المشكله اللي انت بتمر بيها. فدي تاني حاجه ممكن انك تساعدك في الامر ده. في بقى نقطه مهمه انت ممكن تاخدها كشعار ليك في الحياه، وهي انك ماشي على موج بحر، انت شويه فوق وشويه تحت، لكن من نعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا ان انت مش بتغفل عن اتجاهك، او انت تكون عارف انت رايح فين. فيعني دي فعلا من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم بيها على الشخص، ان هو يكون عارف ان هو مثلا لا انا دلوقتي ماشي في طريق غلط، ان الشيطان مش مزين له ان الدنيا تمام تمام، او مثلا وتكون عارف ان انت مش هتنجو من الامر ده الا بمعيه الله سبحانه وتعالى. فما تيأس خالص وتقول لا خلاص كده انقطعت وكده مفيش امل خالص من اي حاجه ان انا اصلح اي حاجه في حياتي. فيعني النقطه دي من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها علينا، واللي احنا لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. وبس كده يا جماعه، انا حاولت ان انا اخلي يعني الكلام مختصر شويه، وحاولت ان انا اخلي الكلام في الانتكاسه او الامر ده بشكل عام، لان النقطه دي يعني بجد انا لقيت انه قليل جدا اللي بيتكلم فيها، وهي فكره انك تشكر ربنا انك تكون عارف انك بتضعف في حاجه معينه وبتبدا تاخد خطوات على الاساس ده. تمام. وانت خد مثلا القالب او خد الكلام ده وابدا بقى انك شكله وهيكله كده على اي حاجه بقى في حياتك، حياتك الدينيه، حياتك الاجتماعيه، حياتك الشخصيه، اي حاجه في حياتك. واعرف دايما انك طول ما انت عارف انت اتجاهك فين، فاعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيعينك ان شاء الله. طول ما انت عارف انك ماشي غلط ومش راضي عن ده، ربنا سبحانه وتعالى وطلبت المعيه فعلا من الله بصدق، ربنا سبحانه وتعالى هيعينك في ده. طول ما انت عارف انك ماشي صح وبتشكر ربنا ان هو هيئك انك تمشي صح. فكره الافتقار يا جماعه، الافتقار لربنا سبحانه وتعالى، اللي هو لا يا رب انا ما وصلتش للحاجه الكويسه دي الا بيك، يا رب مش هينجيني من الحاجه السيئه دي الا انت. هي فكره الافتقار، وشوف ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ازاي. وبس كده يا جماعه، احنا كده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو ده. ولو في اي حاجه احنا عاوزين ان احنا نتكلم فيها ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات. وبرضو انا هسيب اليوزر والجروب بتاع التليجرام، بحيث مثلا لو حد عاوز يشارك معانا مثلا تجربته او حاجه، بحيث ان احنا نعرضها سواء كان في الكوميونتي هنا على القناه او مثلا او على قناه التليجرام، بحيث ان الناس تانية تستفيد منها وازاي قدر ان هو يتغلب على على مثلا امر او ظرف معين مر بيه. يا ريت برضو، يعني ده حاجه هتبسطني جدا واعتقد انها تبسط بقيه اخواتنا ان شاء الله. وبس كده، القاكم على خير، سلام. معلش يا جدعان، بس هو فعلا استنجاب والله مش سايبني في حالي، انا عمال بيطلع من الحفره بتاعته يبص، وكل ما ابص له يروح نازل تاني فالحمد لله رب العالمين. يلا مع السلامه.